هاي شنو؟ انو كابتن جهز الطيارة بسرعة، لازم نسافر للخارج. طيارة جاهزة ابو حبتكل، خو ما تريدني ابلغ الجماعة هم. بكيفك، بلغهم خلي يجون ويانا. ابو حبتكل وين ماخذيهم ويانا، وخاصة ذاك بديدان حتى يروح يتعثر بديداته ويفضحنا. لا ما يتعثر، بلغهم وجهز الطيارة بسرعة. يلا مع السلامة. والله هذا ابو حمد معدل، ابد ما ينطب لقاءه ولا يحكي من وراهم. لا عاد مثلك، بس الله يدري ايش قد قصبي من ورايا. وليت من وراك؟ هو انا اعطي قدامك وبوجهك واتحداك تفك حلقك. افك حلقه وزايد، افتهمت؟ ده تشوف هذا القرض تاريخك الاسود كله بيه، فاذكر تحتن لك. هسه احنا شفتها منه بس جيق وجيق. عيني هاي رسالة استلمتها اليوم بها نداء استغاثة. نداء استغاثة من منو؟ من جلو طرمبة. يجي له طرمبة ليش وش بيه؟ يقول بالرسالة ما معناه انه هو كان عنده شغل بغابات واحدة من الدول وصار حريق بالغابة، وهسه هو مسجون بتهمة افتعال هاي الحرائق. يا اخي هذا جلو من البداية ما ارتاح له. ها ابو ديدان، حتى منو المنافق اللي يحكي بظهر اصدقائه؟ ويقول جلو برسالته انه حراس السجن اخذوا منه موبايله لان ما يريدون احد يعرف بمكانه. بعد هاي الرسالة هو بشنو داز لك اياها؟ بالسجن منطينهم راديو صغير وهو محور وداز منها هاي الرسالة. لا يا ملعون يا جلو، منين متعلم هاي الامور مال تحويل الراديو والرسائل المشفرة؟ هو هذا السجن مسجون بيه جلو طرمبة. مستر صاحبنا مسجون يمكم، بس افتح الباب خلي نشوفه. ايش بيه هذا؟ شو ما يتفاعل؟ مستر this is picture me جلو طرمبة open window، قصدي open door. بيكتشر مي هي جنبية المتحكي. اخوان ذولا اساسا ما يعرفون انجليزي، وبعدين ترى جلو قال لي برسالته انه حكومة هاي الدولة ما تريد احد يعرف بجلو مسجون يمهم، يعني حتى لو افتهموا علينا ما راح يخلونا نشوفه. طبعا حتى اقدر بمكالمة واحدة اطلع جلو من السجن، بس يجوز من صدق هو متورط بالحرائق، والا الثاني يدور بغابة بعيدة وبدولة غريبة. يا جماعة ترى وقفتنا هنا ما منها فايدة. لا عاد وين نروح؟ جلو بالرسالة داز احداثيات بداية الحريق بالغابة، خلوا نروح هناك ونحقق بالموضوع ونشوف جلو هو سبب الحرائق لو لا.